شغل جديد ومكان جديد، والنهارده من التجمع الخامس. العميل طلب مننا تشطيب المبنى كامل، هو عبارة عن 6 شقق. وبدأنا على طول التعديلات المعمارية وتكسير الحوائط ورفع المخلفات الناتجة عن التعديلات المعمارية وتنظيف الموقع كامل. ودخلنا في المرحلة اللي بعديها الخاصة بالتشوينات ما بين أسمنت ورملة وطوب. وبدأنا بعديها مرحلة البناء بناء على التعديلات المعمارية والتصميمات المطلوبة في المكان ده. مهم جدا البند ده. وبعدها تم البدء فورا في أعمال التكسير الخاصة بأعمال الكهرباء والصواعد. ومهم جدا في المرحلة دي بعد ما تكسر تركب البؤج بتاعتك عشان تقدر تركب العلب بتاعتك عليها وتطلع النتيجة في الآخر مرضية ليك. بس ضروري ما تركبش البؤج إلا لما تكسر الأول. وبنقدر من خلال الفترة دي برضو إن احنا نشتغل برضو في بند السباكة والتأسيسات. مهم جدا بعد ما تخلص تكسير الكهرباء وتكسير مسارات السباكة إنك تنظف الموقع بتاعك، ده هيساعدك كتير إنك تطلع شغلك مظبوط وهيوفر عليك مجهود كبير جدا. ومهم جدا تتأكد من وزنات العلب بتاعتك. ونصيحة لوجه الله، ما تستخسرش في خامات التأسيس بالذات في أي بند من أعمال التشطيب خصوصا السباكة والكهرباء. وإن شاء الله الفترة الجاية هنوريك كل المراحل وكيفية تنفيذها. تابعنا وكل يوم في جديد وممكن تستفيد.